ارقص يا جدع على 1:30. ارقص يا جدع على 1:30. ارقص يا جدع على 1:30. سيادنا ها واحد السلام عليكم، وانتوما كي دايرين؟ نتمنىكم تكونوا بخير. يلا سيدي، كيف العادة ما تنساوش تدعمونا، ونبداو على بركة الله. حلقة ناشطة ومشنشطة. هذا يا سيدي واحد الراجل كان كيتخاصم هو ومراته، وهو يقول ليها: ياكي قبل ما نتزوجوا كنتي قلتي لي غادي تعيشي معي غير بالخبز والزيتون. وهي العفريتة الاخرى تقول ليه: ايه انا كنت كنهضر لك غير على الفطور. هذا يا سيدي واحد الفار كان كيتسارى في الغابة، وخرج على الغابة بعاد عليها بزاف، وهو يلقى واحد السبع مسكين ميات. ما علينا يا سيدي، وهو يشد ديك السبع وبدا كيجر فيه، كيجر مع راكم عارفين السبع ثقيل، والفار كيتقاتل معاه وجرو حتى وصلوا لوسط الغابة، وهما يشوفوه الحيوانات كاملين، وهما يبداو يغوتوا ويصفقوا: برافو برافو الفار، ما عندنا ما نسالوك، الي الفار. وهو الفار يقول مع راسو: هذه هي الفرصة ديالي باش يبقاو يخافوا مني. وهو يهز رجلو وحطها للسبع في وجهه وقال ليهم: شتو راه غير مني كنتعصب راني ما كنبقاش نرحم. هذا يا سيدي واحد المغربي ركب في الطيارة، وهي المضيفة ديال الطيران جابت ليه زعما الغدا باش يتغدى. ما علينا يا سيدي، الغدا كان فيه طرف ديال اللحم ومعاه 2 برقوقات. وهو يا سيدي ديك المغربي هز ديك الطرف ديال اللحم وديك 2 برقوقات كلاهم في البلاصة، وهو يدور لعند مضيفة الطيران وقال ليها: صافي بارك عليه، راه طايب مزيان، غير سيري طفي على البوطة وصبي لنا نتغداو. هذا يا سيدي واحد المحشش عنده واحد المزرعة ديال الدجاج. ما علينا يا سيدي، واحد النهار كان معصب وهو يدخل المزرعة ديالو وقال للدجاج اللي عنده: غدا في الصباح منين غادي نرجع لعندكم نلقى كل وحدة فيكم والدة 4 ديال البيضات. وباش يزيد يخوفهم هز الدجاجة وهو يحيد ليها راسها، قال لهم: اللي ما لقيتهاش والدة غندير لها بحال اختها. ما علينا يا سيدي، ملي رجع غدا لقى كل شيء والد 4 إلا وحدة، وهو يمشي لعندها وقال ليها: علاش نتي ما ولدتيش 4؟ راني هضرت معاكم البارح، واش ما كتسمعيش زعما؟ وهو يقول ليه: سترني الله يسترك، راني ديك ماشي دجاجة. هادي يا سيدي واحد المرأة كانت كتهضر في التليفون. ما علينا يا سيدي، وسالت دغيا الهضرة، وهو يقول لها راجلها: ويلي وغريبة هاد القضية، أول مرة كتسالي الهضرة في نص ساعة. وهي المسخوطة الأخرى تقول ليه: لا لا راك ما فهمتيش، راه هادي اللي صونات غير نمرة غلطة. ويلي اشني ما فهمش، الله يتبعك البلع، هادي غير نمرة غلطة وهدرتي معاها نص ساعة، اما كو كانت ديال شي واحد من العائلة ويلي ويلي.
هذا يا سيدي واحد الأستاذ قال للتلاميذ ديالو غادي ندير لكم امتحان، غادي ديروا لي إنشاء، والموضوع غادي يكون من الاختيار ديالكم. ما علينا يا سيدي. التلاميذ وجدوا الامتحان وكل شي جاوب، وهو واحد المكلخ سولو صاحبو قال له شنو درتي يا صاحبي؟ وهو هذيك المكلخ يجاوبو قال ليه راني كتبت له في المقدمة ركب خليل الخيل وفي الخاتمة نزل خليل. وهو هذيك صاحبو يقول لي ويلي يا صاحبي والعرض شنو درتي فيه؟ وهو هذيك المكلخ يقول لي درت له دردك 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 دردك. هذا يا سيدي العريس والعروسة نهار ديال العرس ديالهم، كانوا داخلين للقاعة ديال العرس، وهي العروسة كيف دخلت من الباب نط غادية كتجري، وهو يقول ليها العريس وفين غادية كتجري؟ وهي العفريتة الأخرى تقول ليه وانت جري جري دغيا نشدو بلاصة في القدام قبل ما يعمروا البلايص، انا راه كيعجبني نجلس في القدام قريبه للعروسه. لا صافي صافي، هذه عروسه هبيله مقطعه الوراق مسكينه الله يشافيها. هذا يا سيدي واحد الدري كيسول باه البابا شنو هو الفرق بين القضاء والقدر والمصيبة. ما علينا يا سيدي. باه قال ليه مثلا يا ولدي كنا في البحر وكنا كنعومو وغرقت لنا امك مسكينة، هذا كنسميوه قضاء وقدر ما كنعترضو شي عليه. وهو الدري يقول ليه ايها الوالد ولكن ما جاوبتينيش على المصيبة. وهو باه يقول ليه المصيبة يا ولدي هي ولا طلعت امك كتعرف تعوم.